عشان تنجح في تحقيق اي حاجه نفسك فيها سواء جوه الشغل او بره ما تتكلمش فيها مع حد، وده مش عشان الحسد لوحده بس السبب وراه دراسه. خليني احكي لك عنها. سنه 2009 دكتور بيتر جولويتزر من جامعه نيويورك عمل دراسه على اكتر من 160 شخص وطلب منهم يتخيلوا الاهداف اللي نفسهم يحققوها وهيحققوها ازاي، وطلب من نصهم انهم يشاركوا اهدافهم وطلب من النص التاني انهم يحتفظوا باهدافهم لنفسهم، وبعدها ادى 45 دقيقه لكل الناس عشان يبداوا ياخدوا خطوات لتحقيق اهدافهم دي. واللي حصل ان الناس اللي ما اتكلمتش كانت عايزه وقت اطول عشان تقدر تحقق هدفها، لكن الناس اللي شاركت هدفها وقفت بعد متوسط وقت 33 دقيقه وكانوا شايفين انهم خلاص قربوا يوصلوا لهدفهم. لكن النتيجه الحقيقيه ان الناس اللي ما شاركتش اهدافها كانوا هم الاقرب لتحقيق الهدف اللي هم حاطينه. وده حصل ليه؟ علماء النفس وصلوا انك لما بتشارك اهدافك مع الناس بيمدحوا فيك وفي طموحك فعقلك بيتم خداعه، فبتوصل لمرحله من الرضا وتفتكر انك قربت توصل لهدفك، فما بتبذلش الجهد المستحق لتحقيق الهدف ده. لكن لو ما حكيتش بتبذل كل المجهود عشان توصل لتحقيق الهدف المطلوب. من الاخر كده عندك هدف عايز تحققه، اتكلم عنه بعد ما توصل، واعمل بالقاعده اللي بتقول work in silence and let the success make the noise. ولو عايز تسلك اكتر في سوق العمل تابعني على كل المنصات: يوتيوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.